Where are you from? China? China. السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اليوم راح نسافر الصين. رايح المكان أغلبية الناس اللي بيه من الشعب الصيني، الأكل صيني، المطاعم صينية، وبوسط أجمل طبيعة بالعالم وأقدم وأعرق حضارة بالعالم اللي هي الحضارة اليونانية. وأكفت قصة عجيبة غريبة بهذا المكان وحزينة، فإذا حبيت تشوفه تابع هذا الفلوج. طبعا احنا رايحين القضاء بمكة، يبعد عن مركز مدينة دنزلي من 45 دقيقة للساعة. طبعا هسه من مركز مدينة دنزلي وهسه رايحين متوجهين للأوتوغار، يعني الجراج. طبعا اليوم عطلة، الناس كلها نايمة، الجو كلش بارد، بس أنا طالع تقريبا الساعة 7:10 الصبح، فالناس قليلين بالشارع. خلينا نشوف شو راح يصير بهذا اليوم. وبعدني امشي حتى اوصل منطقة الأوتوغار. واخيرا اصدقائي وصلت الجراج. وحاليا وصلنا مدينة ماموكالي. احنا هسه بوسط الفنادق هذه البسيطة. طبعا اغلبية نزلاء هذه الفنادق هي مو من الشعب التركي، طبعا كلهم من شرق اسيا، الصين، كوريا الجنوبية، دول اوروبا. هنا ما تلقى تراك الا القليل. وانا قاعد على البحيرة راح اشوفكم احلى لقطة بالفلوج. هذا الجبل الابيض. طبعا وهذه المطاعم الصينية. وحاليا دخلت الجبل، هذا الجبل الابيض. يا الله المي ايش قد دافي. طبعا المي ينزل من فوق منه. حتى تدخل هذه المدينة لازم تنزع، مو تنزع ملابسك، تنزع الحذاء. طبعا حتى لا توسخ المكان. هذا المكان كله جبل ابيض من الكلس، فاذا طب الحذاء راح توسخ الجبل، هو لونه ابيض طبعا، وراح توسخ المي. يعني المي كلش نظيف كلش دافي. طبعا هسه درجة الحرارة كلش جوز، يعني جوز الدنيا باردة حيل، مع العلم اكو شمس، بس المي دافي الى درجة. Where are you from? China? China. Thank I'm you. China. طبعا شخص كلش مرح وطق لي الصور كلش هواي، فحبيت انه اسوي هذا الفيديو وياه. طبعا سلم عليكم. ثانك يو. Thank you. ثانك يو. شوف هذه جمالية الروح الصينية، كلش فرحين كلش مرحين، كلش احبهم، والمنظر كلش حلو. واليوم هذا مبين فشي راح يصير. يا الله على هذا المكان كله من الشعب الصيني. ادور لي على عربي، ادور لي على واحد اعرف احكي وياه، كلهم من الصين. وطبعا قليل يحكون انجليزي، فحكيت وياهم قليل ودا احاول احكي وياهم. طبعا هذا المي كلش دافي. طبعا ما اقدر امشي، راح اقعد شويه هناك. وهذا المنظر قدامي. ما اريدكم تشوفون غير شيء، اريدكم تشوفون بس البخار مال المي. وهسه وصلنا لنهاية الجبل، وهذا عيون المي الدافية. طبعا هي ينابيع مال المي تنزل من هذا الجبل، تمشي بيه. طبعا تمشي بكل هذا الجبل وتسوي هذه البحيرة اللي تشوفوها قدامكم.
طبعا دخولية هذا المكان 35 ليرة، أي ما يقارب يعني 8 دولارات. بس أنا سويت ما دخلت ب 35 ليرة، دخلت ب 70 ليرة بس اشتريت هذا الكارت. طبعا هذا الكارت سعره 70 ليرة، السعر مالته 70 ليرة، بالإضافة هاي صورتي واسمي بيه. أدخل بيه لمدة سنة، وأدخل بيه جميع المناطق السياحية اللي بتركيا، من المتاحف، أدخل بيه الجوامع اللي باسطنبول، وهاي المناطق السياحية اللي ياخذون منها فلوس. بس أنا لين اشتريت هذا الكارت في حق لي إني أدخل أي مكان سياحي لمدة سنة، وبعد مدة سنة أجدد هذا الكارت. وحاليا وصلت لأكبر مشكلة. طبعا هاي المشكلة تواجه كل يوتيوبر يصور بأماكن ما بيها شحن. فأنا سويت جبت هاي الجنطة وياي، شوفوا جبت وياي 1 2. بس شو نسوي؟ نشحن الكاميرا أحسن ما تطفي. والآن ربطنا الكيبل. شوف هاي معلومة مفيدة، أنا أحاول أعلمكم. وين الزنبليطة؟ شنو زنبليطة؟ والله زنبليطة هم حكاية تنحكي بالفلوج بالفيديو. يلا موت أصدقائي وإخواني أعتبركم، بس تشكل. الله اللهم صل على محمد. جت الكهرباء. طبعا الكاميرا قاعد تشحن وأنا قاعد أصور وماكو أي شيء، بس حبيت إنه أشوفكم يعني شلون قاعد أشحن الكاميرا وهالشي. راح أوديكم هسه المكان أحلى من هذا اللي شفناه يمكن 80%. فخليكم وياي وخلينا نشوف اليوم ايش راح يصير. طبعا انا هذا متاكد هذا الفلوج راح يصير فد شيء، راح يصير بيه فد بصمه مو طبيعيه. فخليكم وياي. هلاو، ايش قاعد تسوي هنا؟ باع علي وليش؟ هاي اصلا حتى ما احترمتني. هاي الثانية قاعدة دايرة ظهرها علي، هيك الثانية. ما احكي وياك، ما احكي وياك. ايه مزين اندارت والله. الله على هذا المنظر، بس باعوا لون السماء. وحاليا وصلنا هذه البحيرة. يقولون انه هذه البحيرة خامس اغمق واعذب مي بالعالم. من ناحية عذوبة المي فهو عذوبة 100%، والمي كلش دافي والناس قاعد يسبحون به بعز الشتاء. من ناحية انه هي اغمق بحيرة بالعالم فهذا الشيء اني متخوف منه، مع العلم قراته بالباب وشفته، بس اكو فشي يعني لازم اكو بحيرة اعمق من هذه. بغض النظر ان هي صح المي من ينابيع مي دافي او شيء، بس مال اعمق بحيرة بالعالم هذا الشيء انا ما متأكد من عنده. حتى تقولون حسين يكذب علينا او هالشيء. الله شوف البخار شلون قاعد يطلع من المي. طبعا هسه طلعت من البحيرة وجيت يم هذا الديك. طبعا هذا الديك هو شعار المدينة. وهسه دخلنا مدينة هيروبوليس، يعني المدينة المقدسة باليوناني. هذه المدينة كانت موجودة قبل 1600 سنة، قبل الإسلام 200 سنة. راح أشرح لكم عنها بالتفصيل وعن تاريخ هذه المدينة وعن القصة اللي تنتظركم بهذا الفلوج. وهسه وصلنا المدرج الروماني أو اليوناني للمدينة. طبعا بهذا المدرج كانوا يحاكمون المجرمين، يحاكمون الناس اللي مخالفين بهذه المدينة، ويسوون الفعاليات مال المدينة. هناك كان يقعد، اعتقد هو هنا يقعد بالملك ويقعد الناس اللي كبار بالمدينة اللي عندهم سلطة. بالاضافة الشيء الثاني انه هذه المدينة هي اعتقد مثل هاي الافلام القديمة كانوا يدخلون الاسود. طبعا من هنا يدخلون الاسود او شيء على شخص او شيء، يعني يرهبون العالم وهذا الشيء. وطبعا اكو هنا سفرة مدرسية، طبعا هذول الاطفال وهذول هنا اكو شباب هم جايين يشوفون هذا المكان. طبعا اعتقد من نفس المحافظة او من غير محافظة، جايين هنا حتى يتونسون ويشوفون تاريخ هذه المدينة
تاريخ مدينة دنزلي. وهنا السياح من أوروبا ومن الصين وذني دول شرق آسيا. طبعا هسه راح ادخل مركز مدينة هيروبوليس، يعني المدينة المقدسة. طبعا قبل شوي كنت قاعد امشي فشفت واحد تركي، قلت له طق لي صورة، غير هو طق لي صورة لو خبلني، يمكن طاق حوالي 20 صورة، كل الصور طالع بيهم ظلمة، ولو هسه الفيديو هم يهني شوية ظلام، يعني خبلني. يابا قلت له ما اريد تعطيني الكاميرا، لا الا اطق لك صورة ممتازة ومميزة. شلون قام يحكي وياي هاي، قلت هذا ايش بيه؟ قلت خليه على راحته. حوالي تقريبا ربع ساعة ما ادري نص ساعة بس ضل يطق صور. المهم اخذت الكاميرا من عنده بالقوة، قلت له شكرا يا معود، رحمة على والديك بس عوفني. وعافني، بس قاعد امشي حر طليق. طبعا هذا المكان هي آثار الكنيسة البيزنطينية مثل ما تشوفوا. طبعا احنا هسه بجنوب مدينة هيروبوليس، طبعا قاعد اتمشى بيها ودا اشوف شكو ماكو بيها، وارجع اصوركم بيها فشي مميز. انتوا تدرون انا وين قاعد اصور هسه؟ انا قاعد اصور بنص المقبرة مال المدينة، ماكو احد موجود، بس هم صاروا ميتين آلاف 1600 سنة، القبور واقعة، الناس متوفية. قاعد امشي ما اعرف انا وين، مو قلت لكم انا بجنوب المدينة، فمشيت هسه باوعت على علامة كاتبين مزار المدينة. الحقيقة المكان ما يخوف بس كلش هادئ. يعني احنا هسه بشارع المقبرة. يا اخوان، هذه المدينة مدرجة لقائمة اليونسكو للتراث العالمي، واعتبرت من المدن المقدسة بعد وفاة القديس فيليب بيها أحد رسل اليسوع أو أحد طلابه. طبعا القديس فيليب هو أحد رسل يسوع أو أحد طلابه، يعني أحد من طلابه، كان ساكن بهذه المدينة، توفى بيها واكتشفوا قبره، وهذا السبب الناس تجي تزور قبره من الأوروبيين والصينيين وكل الدول. والسبب الثاني حتى يجون المي الدافي للعيون، المي الدافي للاستشفاء. طبعا هذا المي كلش يعني خلي الإنسان، هسه أنا مو بللت رجلي، يعني بللت رجلي ايدي، أحس يعني كلش بيهن مرونة وبيهن فد، يعني ما بيهن تعب. هذا السبب الناس تجي هنا حتى تستشفي جسمها يديها وكل شيء. هسه راح نشرح لكم عن قصة هذه المدينة، بس قصة هذه المدينة لازم تنشرح بمكان غير هذا المكان، فخليكم وياي. قصة هذه المدينة، هذه المدينة بيوم من الأيام صارت هزة أرضية خفيفة بهذه المدينة، فدعوا القديسين الناس إنه يجون يصلون بالكنيسة، لأن شافوا في الأمر غريب، هزة أرضية، فقالوا الناس خد تجي تصلي بالكنيسة. سووا الناس اجوا يصلوا بالكنيسة. طبعا نص سكان المدينة راحوا بالكنيسة، والنص الآخر هي هاي المدينة كانت عبارة عن حمامات مال مياه، مال ينابيع مال مي دافي، مثل ما شفتوا قبل شوي بالبحيرة وشفتوا قبل شوي بالجبل شلون المي كان دافي. فكانوا يجون هنا الناس يسبحون حتى يستشفون او هيك شيء. القسم الثاني وين كان بالحمامات مال المياه، وقسم قليل او الجزء الاقل بالمدينة كان منتشر بهذه المدينة يتمشى، يعني المدينة تعرفون يعني يعيشون بيه. بعد هذه الهزة الخفيفة الناس قاعد تصلي وناس قاعد تسبح يعني بالحمامات مال ينابيع مال المي الدافية، صارت برا هذه الهزة الخفيفة في تقريبا يعني 10 دقائق ربع ساعة هزة أرضية ثانية مقياس 7 رختر، هزت هذه المدينة هز وفلشتها، ما بقت منها إلا هذه الآثار البسيطة. هذه المدينة كانت كلها عبارة عن يعني فد بناء عظيم وشاق كلش
ولحد من نشوفه في شيء عظيم، يعني بناء كلش جميل وحلو وراقي قبل 1600 سنة، يعني قبل الإسلام 200 سنة كانت هاي المدينة تعم بالسكان، ومدينة حيوية، ومدينة يجون يتعبدون بيها للدين، وكانت أغلبها من المسيح من اليونانيين. وصارت هذه الهزة الأرضية، الناس وين كانوا؟ بالكنيسة. لما صارت هذه الهزة الأرضية بمقياس 7 رختر وقعت الكنيسة عليهم، طبعا هي الكنيسة البيزنطينية اللي موجودة بهذه المدينة، ماتوا كلهم، ما ظل من عندهم شيء. القسم الثاني وين؟ القسم الثاني بالحمامات مال المياه، مال ينابيع مال المي الدافي، صار بهم أيضا وقعت عليهم كل هذه الصخور الكبيرة، يعني حطمتهم تحطيم، ما خلت بهم شيء. الجزء الأقل ظل منتشر بهذه المدينة ومات من عندهم، يعني كلش قوي كان هذا الزلزال، وكان مدة دقيقة أو أكثر من دقيقة. فدفنوا اللي بالمدينة وطلعوا من المدينة وانتهت حكاية هذه المدينة. بس أكو فد شي ما قلت، هذه المدينة واصلة لمرحلة من العلم ما حد واصله قبل إلا هسه يلا وصلوا له، مسوين بانيو مثل مال هسه 2018 وبعد أحلى من عنده، من الرخام الخالص وبيه فد زغار فد شي مو طبيعي. فخليكم ويانا وخلينا نروح نشوف المتحف. طبعا شوفوا آثار الدمار اللي سواه هذا الزلزال، وشوفوا هناك حتى، طبعا هناك حتى بالجبل اعتقد بالكاميرا ما راح يبين شلون اكو فد، يعني صاير فد كارثة بهذه المدينة. صخور رازم فوق الجبل واقع على البيوت وعلى هاي، فكلها دامرتها. وهذه المدينة اللي باقي منها شوية، فهذه متجمعين الطابوق طبعا مال المدينة، الصخور، ومحافظين على المدينة. طبعا تركيا لازم تحافظ على المدينة، في تركيا كل شيء تراثي، كل شيء يجيب فلوس لازم هذه الدولة تحافظ عليه، ومحافظة عليه، ودا تجيب سياح من كل أنحاء العالم، من الصين، أوروبا، أمريكا، بريطانيا، من كل هذه الدول. ففقط الناس تشغل عقولها والحضارة اللي عندنا ترى حضارة عريقة، العراق قبل 6000 سنة، يعني مو 1600 سنة، تهتمون بيه نصير أحسن دولة بالعالم. أعرف ما حد مهتم بينا، وأعرف كل شيء أعرف، بس لازم نهتم بهذه الأمور. هذه الأمور هي كلش مهمة. إذا ما اهتم بالسياحة، ما اهتمت بالسياحة، بلدك ما راح ينعرف ولا راح يعرفوه بعد آلاف السنين. فخلينا نهتم بسياحتنا. بس هذا الكلام اللي نوجه أنا قاعد أحكي ويا ناس طبيعيين، ناس عاديين، ما دا أحكي ويا مسؤول. لو ويا مسؤول، وحتى لو كان مسؤول، ما راح يقدر يسوي شيء. أعتقد أكو غصة وحسرة في قلبي، بس شو اسوي، حتى عثرت. الله كريم. طبعا وهسه التقيت بصديقي التركي، اظنه كاردشي كرم. طبعا طق لي صور وتونسنا انا وياه سوا وسوينا فيديوهات حلوه. طبعا تعرف شيء انا عرفتش باليوم، عرفتش az biliyorum. تمام. شو قنوش عرفتش، طبعا يعرف عربي فراح يحكي شويه عربي. Mesmuke, Evet. ismi Kerem, Mine Ente, Elemin Bursa. انت من بورصه. Bayit, İsnan, Selase, Erbe. çok iyi. Şimdi o kadar çok iyi. Sen Arapça öğreneceksin. ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا كرم من اطيب القلوب اللي شفتها، طبعا هنا يصور لاي واحد يشوفه، فيجي قلت له طق لي صور ومشينا وتعرفنا عليه. طبعا هو من بورصة يدرس بمولا وكلش ولد محبوب، فحبيت انه اصور لكم اياه ويحكي وياكم. وهسه راح ندخل متحف المدينة. وهسه طبينا المتحف، خلينا نشوف شنو اللي بيه، وخلي اقول لكم اشوفكم البانيو اللي موجود. طبعا ما طبينا شفتوا، هذا هو. طبعا هسه ندخل المتحف الثاني للمدينة، وشنو الشغلات اللي كانوا يستعملوها. خلينا نشوف. هذه الشغلات اللي كلها كانت تستعمل بهذه المدينة. أنا عندي أهم شيء بهذه المدينة، بهذا المكان وهذا المتحف، الذهب اللي كانوا يستعملوه. هذا الذهب اللي كانوا يستعملوه الناس. نروح الأماكن الثانية. هاي الأطباق اللي كانوا يستعملوها بالبيت، ياكلون بيها، يشربون بيها. شوفوا هذه هنا عندك حلقات، محابس، وغير شغلات يعني كراسي. فهو شغلات كلش حلوة يعني. الشيء الثاني هاي أيضا اللي كانوا يسمونها الأقداح مال المي.
يرسمون بيهن المية والشغل. أهم شي بهذا المتحف العملة مالتهم. شنو كانت العملة مالتهم؟ طبعا هذه العملة اللي كانوا يستعملوها قبل 1600 سنة. هذه أعلى عملة اللي موجودة بين العملات كلهم. وهذا أيضا العملات هنا متفرقة. هنا أيضا حاطين هاي العملات مالتهم الثانية. عندك هنا العملات همين، بس اكو عملات ليرات من ذهب. شوف هذه الليرات، هذه الآخر شي الأعلى شي. نفس الشي كاتبين هيروبوليس على العملة مالتهم وعلى الشغلات مالتهم، فكل شي حلو. تعرفون شنو؟ كلش تعبت تقريبا 3 ساعات إلى 4 ساعات اني بس امشي واشوف هاي المنطقة شنو، واروح هاي المدينة الأثرية، وصعدنا هذا الجبل مال مي، فجسمي كلش تعب، ما اريد اقول لكم شنو. طبعا لقيت هذا الكارت مال الواحد ما اعرفه منو، كارته ضايع، فهسه راح اسلمه للشرطة وللاستعلامات حتى الخطية اذا جا سأل عنه يعطوه اياه. طبعا هسه راح نلتقي بصديقنا كرم مرة الاخ. كاردشين نافيان؟ İyi sen ne yapıyorsun? Sen Navyan. Saat kaç şimdi? Saat Evet. 4. O 4. Ben saat biliyorum kaç burada geldi. Kaç? Saat 10 ben burada geldim. 10'dan beri 10 geziyorum. falan o kadar. Geziyorum ama video yapıyorum. Bazen geziyorum. Ne yapacağım؟ بس اصدقائي وصلنا نهاية الفيديو. طبعا طالعين انا وكرم من المدينة راح نطلع. هسه احنا بوسط الجبل الابيض. تحياتي لكم، ربي يوفقكم. كل اطلب منكم تسوون لايك الفيديو، تشيرون هذا الفيديو بكل مكان، وتشتركون بالقناة. تحياتي لكم، ربي يوفقكم. هديك Hadi كرم، Allah'a emanet, görüşürüz. هدي görüşürüz Hadi görüşürüz. arkadaşlar. مع السلامة.